هو اسمه في العراق إدريس ابن درويش الخفاجي، واسمه في السعودية عندها له بريد ابن دخين التومي. طبعا أنا أقول اللي بتصل له القصة هذه ويعرف أحد من أهل هذا الرجل، ممكن التعرف الحقيقي الآن في هذا الزمن يكون عن طريق DNA. فالرجل أثبت نسبه امرأة عندها فراسة وعندها قيافة، وأيضا رجل مشهور جدا بمعرفة الأثر، وعرفوا أن هذا ولدهم. لكن هو في الزمن الحديث يستطيع التأكد عن طريق DNA، وما أسهلها. أنا طرحت هذه القصة لعل أن الله سبحانه وتعالى يجمع الشمل بين هذا الرجل وأهله الموجودين في السعودية، رغم أن الحادثة هذه قديمة، ورغم أن هذا الرجل الآن يعيش في النجف وهو عنده أولاده وأهله وجماعته، فلعله يحصل هذا التواصل. وإن كان التواصل متأخر، لكن أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل. أتمنى يا جماعة الخير أنكم تساعدون في انتشار هذه القصة حتى تصل هذه الرسالة، وأتمنى منكم تعلقون لي على النقاط الإيجابية والسلبية، وخصوصا القصة الثانية لأنها تعبتني وآلمتني كثير، وكنت ناوي ما أنزلها، لكن في النهاية فكرت لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بها شمل هذا الرجل بأهله الحقيقيين إن كانوا هم أهله الحقيقيين.